النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدًا، جدًا، وهي إنه إزاي أكتب caption على البريمير لو أنا مثلًا عندي فيديو ومحتاجة أمشي حسب الجمل بتاعتي ومحتاجة أكتب caption، ومش بس إزاي أكتب caption لكن إزاي أخرّج الcaption ده كملف SRT، وإزاي لو عندي ملف SRT أقدر أدخّله أو أعمل له import ويدخل معايا مضبوط بالtime code ويكون ماشي مع الفيديو بتاعي. وكمان في تركاية هنعرفها مش هاحرقها عليكم، لكن هاقول لك إن التركاية دي هتفيدك جدًا وهتسهِّل عليك كتير وهتتبسط منها أوي. فعلشان كده درس النهارده مفيد وهنتعلم فيه أكتر من حاجة، فلازم تركّز معايا وتتابع الدرس لغاية النهاية، وما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات بعد ما تخلّص الدرس. دلوقتي أهو زي ما أنتم شايفين أنا جايبة ده intro كان لدرس نزل عندي على القناة في الوقت اللي فات. طبعًا تعالوا نسمع مع بعض وهو ده اللي هنكتب له الcaption، ولو أنتم متابعين يعني هتعرفوا على طول ده كان intro لأنهي درس. أهو ده transition مش جاهز ولا موجود عندي في البريمير، لكن نقدر نعمله بنفسنا. تعالَ أقول لك إزاي وبطريقة سهلة جدًا. طبعًا اللي سمع الدرس واللي متابع القناة عرف على طول ده درس إيه. لكن لو ما سمعتش الدرس ده أو ما رجعتلهوش يعني، فأقدر أقول لك إن هو مفيد جدًا، جدًا وسهل أوي في نفس الوقت، فارجع له واستفيد منه، وده مش رأيي أنا لكن ده التعليقات بتاعتكم اللي كانت في الكومنتات، فارجع له واستفيد منه. لكن دلوقتي أنا محتاجة إن أنا أكتب الكلام ده، طيب هاعمل إيه؟ خلّينا نكبّر كده التراك بتاع الأوديو علشان بس أشوف الwave بتاع الصوت. طيب في ناس هتقول لي يا سارة طب ما أنتِ عندِك أسهل في أكتر من موقع يقدر يكتب لِك الcaption ويلخّص لِك كل ده. هاقول لك هي دي بصراحة بتبقى حرية شخصية، لإن أنا بالنسبة لي باحب أكتب الcaption بتاعي براحتي، باحب أقسّم الجمل زي ما أنا عايزة، وفي نفس الوقت يعني باحسّه ملل أوي إنه مثلًا أراجع على الجُمل وأغيّر الحرف اللي هو مثلًا متلخبط فيه أو حاجة زي كده، فباحس إنه ده أريح لي، فطبعًا زي ما أنتم حابين. لكن أنا بالنسبة لي بامشي مع الwave بتاع الصوت وباضبّط الcaption بتاعي. طيب هنعمل إيه وإزاي أكتب الcaption بتاعي؟ هاقول لك من قائمة الtext. طيب قائمة الtext موجودة فين؟ لو بصينا كده على الworkspace بتاعي هالاقي إنه ما فيش قائمة اسمها text متضافة عندي. طيب يا سارة هي فين أو أجيبها منين؟ هاقول لك هنطلع للwindow، بعد كده هادوّر عليها هالاقيها أهو، هاضغط على الtext هالاقيها ظهرت عندي في الجزء ده. طيب وبعدين عندي create captions from transcript، وعندي create new caption track، وعندي import captions from file. عندي 3 اختيارات هاختار أنهي واحد هاقول لك التاني، إن هو يعمل لي track للcaption بتاعي، فهاضغط عليه وهاقول له أوكي. طيب بعد كده فين بقى؟ هاقول لك إن أنت محتاج تضغط على علامة الplus، هيضيف لك الnew caption أهو اللي أنت ينفع تكتب فيه مكان الindicator، فأنا هاجي هنا أهو، ده بداية الصوت بتاعي. طبعًا أنا باعرف أمشي مع الwave، هاقول لك إنك ما تحبطش من حاجة زي كده، ممكن علشان أنت لسه ما اتعودتش. أنا بالنسبة لي ما كنتش باعرف أعمل ده، إن أنا أمشي مع الwave وأعرف فين بداية الجملة وآخرها، بس مع الاستمرارية وأنت أكيد هتوصل للنقطة دي. لكن خلّينا نشوف أو نسمع أنا قُلت إيه في الجملة دي. ده transition مش جاهز ولا موجود عندي في البريمير. أهو أنا آخري كان هنا، فتعالوا نكتب، باضغط هنا مرتين، ده أهو. فأنا باكتب أهو زي ما أنتم شايفين، كتبت عادي جدًا، هاجي إن أنا ده بداية الجملة التانية، فأنا ممكن أضغط على Alt وأسحب الجزء ده، وأبقى أخدته duplicate أو خدت منه نسخة تانية، وآجي بعد كده أشوف مثلًا إن هو نهايته هنا مثلًا أهو، فآجي بعد كده أكتب اللي أنا قُلته في الجملة التانية، لكن نقدر نعمله بنفسنا أهو، لكن نقدر نعمله بنفسنا. طيب تمام جدًا، أهو هاجي بقى عند الجملة التالتة، طيب أنا مش حابة إن أنا أduplicate وأعمل أضغط على Alt وأسحب، أقول لك عادي جدًا اضغط على الplus هيضيف لك مكان ما أنت واقف بالindicator أهو. تعالَ أقول لك إزاي وبطريقة سهلة جدًا.
تمام، تعالوا نشوف وهتعرفوا إن هو ماشي مضبوط معانا. ده transition مش جاهز ولا موجود عندي في البريمير، لكن نقدر نعمله بنفسنا. تعالَ أقول لك إزاي وبطريقة سهلة جدًا. زي ما أنتم شُفتوا الموضوع مضبوط أوي وتمام. طيب وبعدين؟ أقدر أتحكم بقى في اللي أنا كتبته من خلال قائمة الproperties أو الessential graphics لو أنت بتشتغل على نسخة أقل من 25. هاقدر بقى إن أنا أغيّر الfont بتاعي، أقدر إن أنا أخلّيه bold أو لأ، أغيّر الfont size إن أنا أغيّر الحجم، أو مثلًا أغيّر مكانه أخلّيه فوق شوية تحت، أغيّر لونه، أعمل له stroke. كل الحاجات دي سهلة جدًا وينفع أعملها. طيب وبعدين؟ أنا دلوقتي كتبت الcaption بتاعي، عايزة بقى أخرّجه كملف SRT. هاجي على ال3 نقط دول وهاضغط على export دي، هالاقيه طلع لي منها أكتر من اختيار، فهاختار export to SRT file. بعد كده هاقول له إن تمام أنا عايزة أخلّيه هنا، أهو ممكن أكتبه إن هو يبقى SRT بالشكل ده وهاقول له save. هالاقيه اتحفظ عندي. طيب تعالوا بقى إنه إحنا أهو أنا جايبة نفس الintro، بس هنجرّب إن إحنا بقى نعمل import ندخّل الملف الSRT اللي إحنا كتبناه. طيب هنعمل ده إزاي؟ بدل ما أضغط على الاختيار التاني هاختار الاختيار التالت اللي هو import captions from file أهو. بعد كده هو عامل لي select على الاختيار اللي هو source time code، هاقول له أوكي إن هو هيدخل لي بالtime code، وتعالوا نسمع كده وشوفوا أهو هل هو مضبوط والّا لأ. ده transition مش جاهز ولا موجود عندي في البريمير، لكن نقدر نعمله بنفسنا. تعالَ أقول لك إزاي وبطريقة سهلة جدًا. مضبوط ودخل معايا تمام جدًا، وأهو زي ما أنتم شُفتوا إحنا اللي كتبناه، وإحنا اللي عملنا export، وإحنا كمان اللي عملنا import، كل حاجة قدّامكم والموضوع مضبوط جدًا. فكده أنا اتمكنت إن أنا أعمل كل الحاجات دي. طيب إيه يا سارة التركاية اللي أنتِ قُلتيها لنا؟ تعالَ أقول لك إيه هي التركاية. لو أنا دلوقتي عايزة أغيّر الfont بتاع الcaptions اللي مكتوب عندي، فأنا مثلًا أنا مثلًا شغّالة على الintro ده 3 جُمل، لو أنا مثلًا شغّالة على فيديو كبير تمام، وفيه جُمل كتير، هل أنا المفروض أمشي على كل جملة وأغيّر الfont وأغيّر كل التفاصيل؟ فهاقول لك لأ، الموضوع أسهل مما تتخيّل. كل اللي عليّا إن أنا هاجي هاعمل select من هنا، وهادخل على قائمة graphics and titles، وبعد كده هاقول له upgrade caption to graphic إن أنا أخلّي الcaption يبقى graphic، هيتحول كإنه text عادي. تمام. طيب وبعدين؟ ما فيش أي حاجة اتغيّرت، هاعمل select كده عليهم، وهارجع لنفس القائمة وأقول له replace fonts in projects. تمام. هيفتح لي الجزء ده، هنا هيبقى جايب لي كل الfonts اللي أنا استخدمتها في الsequence بتاعي أو الtimeline بتاعي. طيب وبعدين؟ هيجيب لي كمان الfont ده أنا مستخدماه في كام جملة، أهو كاتب لي 3 وأنا فعلًا مستخدماه في 3 جُمل. طيب وبعدين؟ هاعمل إيه دلوقتي؟ كل اللي عليّا إن أنا هاضغط هنا تمام، على الfont بتاعي علشان يفتح عندي الاختيار ده، يعني أنا لو مش دايسة كده مش هالاقي ده مفتوح عندي، فأنا أضغط كده على الfont بتاعي وأختار من هنا الfont اللي أنا عايزاه، وينفع كمان أدخل على الfavorite وأختار منهم اللي أنا عايزاه عادي. طيب خلّينا فعلًا نجرّب إن إحنا نغيّر ونشوفه هيتغيّر معايا والّا لأ. مثلًا خلّينا ده، وهاقول له أوكي. شايفين أنا لو رجعت خطوة لورا بصوا الfont بقى كان إيه، وبصوا بقى إيه، فالfont فعلًا اتغيّر معايا واتغيّر في ال3 أهو. طيب لو أنا مثلًا عندي أكتر من كده، يعني أنا مثلًا أهو دول كانوا caption وأنا حوّلتهم كtext عادي. طيب عندي هنا مثلًا إن أنا هاكتب مثلًا سارة مثلًا خلّيها بالfont ده. أوكي، وآجي مثلًا بعد شوية كده، هو فين؟ أهو، خلّينا مثلًا نصغّره كده، وآجي مثلًا هنا شوية وأكتب مثلًا هاني، اللي هو أنا اسمي سارة هاني يعني، وأخلّيها مثلًا بfont تاني يبقى مختلف. أوكي، أهو، وخلّينا ندخل على نفس القائمة علشان أثبت لك بس إن هو هيجيب لك كل الfonts أهو، جاب لي الfonts بتاعتي اللي أنا مستخدماها. تمام. مستخدمة أهو ده، مستخدماه ال3 جُمل، ومستخدمة الfont ده مرّتين. أنا كده في حاجة ده كده ما اتغيّرش الfont بتاعه، مثلًا كده أهو، وهنا ده font تاني. تمام، يبقى أنا كده هادخل أهو
وهقول له replace fonts projects أهو اتضاف عندي الفونت الأولاني ده أنا مستخدماه في جملة واحدة، وعندي الفونت التاني هكذا جملة، ده الفونت اللي أنا مستخدماه في الكابشنز فهم 3 جمل. طيب عايزة أغير مثلا ده، مش هغيرهم كل الفونتس بتاعتي، فأنا هقف عليه وبعد كده هختار الفونت اللي أنا عايزة أغير ده هكذا. فمن المكان ده هو بيجيب لي كل الفونتس اللي أنا مستخدماها وأقدر أغير لأي فونت يعجبني. وبس كده، ده كان موضوع درسنا النهاردة وأتمنى تكونوا استفدتوا. ولو عجبك الدرس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتابع القناة كل اثنين وخميس، وما تنساش برضو تقولي رأيك في الدرس في الكومنتات.